بيبدأ الفيلم في شمال المحيط الهادي مع مجموعة من الباحثين على يخت، وبتوصل لهم إشارة وبيستعدوا للغوص. وبينزل مجموعة تحت المية وبيلاقوا حوت عنبر ميت، وبيلاقوا نفسهم وسط مجموعة من سمك القرش. وبتيجي سمكة تانية وبيقول واحد فيهم للي على اليخت دي طولها 5 متر، لا 7 متر. قالت له دي اكيد ليلس، بس مستحيل، دي كان طولها 2 متر بس، وده من 3 شهور. قال لها انا متأكد لان عليها المراقب السابع. فبيقول لها احنا هنطلع لان الوضع خطير. قالت له احنا محتاجين منها عينة الاول. فرشق فيها الرمح عشان ياخد منها عينة. فقامت السمكة جريت تستجمع قوتها عشان تيجي تفرمهم زي ما انتوا شايفين كده. فصوفيا بتشوف المنظر فبتيجي تنزل المية، فبتلاقي ايد بتقول لها ما تجيف مي 5. بتطلع تاخد نفس تصيح شوية وتنزل تاني، وبتضرب السمكة بالرمح. فالسمكة بتقول لها تعالي بقى جرب الديسكفري. وبنشوف هنا بعد 3 سنين من الواقع، اعذروني لاني حقوق، بنلاقي صوفيا جامعة شوية مراهقين وبتقول لهم اننا لازم ننقذ القروش والمحيطات. فقام واد رخم منهم قال لها كنت انقذت الطاقم بتاعك اللي سمكة القرش فرمته. فبتصعب عليها نفسها وبتمشي، وواحدة بتنادلها وبتقول لها انها معجبة بيها وبأعمالها. فقالت لها فكك مني دلوقتي. فقالت لها المراقب السابع. قامت قايلها حبيبة قلبي اوامرك، وبتروح معاها المقر بتاعها. فبتقول لها انها عرفت مكان ليلس وعاوزاها تغطس معاها في نهر السين النهارده، لان في واحد عربيته غرقت ومش لاقيين جثته، وده معناه ان ليلس هنا. قالت لها انت جايه تقلبي عليا المواجع، وسابتها ومشت. فبتشوف صوفيا في جهاز التعقب ان السمكه موجوده فعلا في نهر السين اللي ميكا قررت تغطس فيه. بتغطس ميكا وبتلاقي اثار اسنان قرش على العربيه، وبتعرف ان في قرش هنا. وبتوصل الشرطه وبتقبض عليها لانه ممنوع الغوص في النهر. وهي في اسم الشرطه الضابط بيقول لها تحب تشربي قهوه؟ سبحان الله، نفس الشرطة في مصر. قال لها كنت بتغطسي في النهر ليه؟ قالت له لان النهر فيه سمكة قرش. ارتحت. وكمان عندكم تشخطوا في الضابط عادي كده. ما بيخلصوش كلامهم بيلاقي جاله بلاغ ان في شخص طلع متهلهل من النهر. فبيجيبوا صوفيا وقتها، فبتقول لهم ده اكيد سمكة قرش. بس الشرطة مش بتكون مصدقة الكلام، فبتقرر تنزل تتأكد. فبيتأكدوا ان في سمكة قرش تحت. فالشرطي بيقول للقائدة بتاعته اننا لازم نعلن ان في سمكة قرش. قالت له قبل اسبوع من السباق الثلاثي احنا دعينا الصحافة ودافعين فلوس، ده انا اوديكوا في داهية، كتر الحراسة والامن بس والدنيا هتبقى تمام. بس ميكا بتقوم بالواجب وبتعرف فرنسا كلها ان نهر السيم فيه سمكة قرش عشان توقف السباق. وطبعا بيكون رد العمدة معروف، بيزنس از بيزنس يا غالي. فصوفيا قالت لها في ناس كتير ماتت بسببها. قالت لها قلبي بيتقطع صدقيني، بس الحكومة دفعت 17 مليار عشان السباق ده. فصوفيا قالت لها ده هيبقى حمام دب بالسباق. قالت لها انت ما بتفهميش فرنسي ولا ايه؟ بقول لك 17 مليار، اتخلصوا من السمكة دي بدل ما اخلص عليك. فصوفيا بتحط خطة انهم ازاي يستدرجوا السمكة خارج النهر. فاذ فجأة تدخل صاحبة ميكا عليهم عشان تعرفهم ان ميكا والتيم بتاعها نازلين للسمكة النهاردة. والشرطة بتوصل المكان وميكا بتكون في المية، بس الحقيقة انها مش لوحدها، معها سمكة القرش وبنتها. فميكا قعدت تلعب مع بنتها زي اي حد عاقل بيلعب مع اطفال سمك القرش. فصوفيا بتقول لها اطلعي هتتفرمي. فبرضه زي اي حد عاقل قالت لها اسماك القرش غير مؤذيه. فسمكه القرش بتعتبرها سناك عادي، ولان الارض لزجه فبتطلع سمكه القرش من الميه. نص الناس نزلت الميه وبتبدا الملحمه، وتقريبا ما بيطلعش حد سليم غير صوفيا و5 اخرون. بس بيلاقوا شيء غريب ان سمكة القرش قتلت بنتها. فبياخدوها المختبر، وصوفيا بتقول لعادل انها عرفت تتكيف في المية العذبة، وبالمناسبة هي بنوتة. قال لها والله الف مبروك. قالت له دي حامل، بس ازاي ما بلغتش السن المناسب للحمل؟ قال لها هو انا جايبك نناقش شكل السمكه؟ قالت له بس معنى كده ان الام بتتكسر ذاتيا ومش محتاجه لذكر. وطبعا ده اقل فيلم تعمله فرنسا، نحمد ربنا ان السمكه ما طلعتش متحوله. فصوفيا بتقول له لازم نلحق نخرجها قبل ما تملى المحيط باسماك القرش. ولكن برغم كل ده العمده بتصر انها ما تلغيش السباق. فبتضطر صوفيا تعمل فريق وخطه خاصه بيها، وده منعا لزهق الارواح. فبيغطسوا في النهر عشان يبداوا تنفيذ الخطه، وهم تحت بيشوفوا افواج من اسماك القرش. وفي نفس ذات اللحظه بيبدا السباق، فبيوزعوا متفجرات في كل مكان عشان يتخلصوا من السمكه. بس كل اللي موجود اسماك صغيره وليلس مش موجوده، وده كان شيء غريب. وبعد ما الراجل حط المتفجرات وامر باخلاء المكان، السمكه قالت له والله يا راجل ما نطفي الشمع من غيرك. والمتفجرات بتشتغل ومش بيطلع حد عايش غير عادل وصوفيا. بس صوفيا ما بتحرمش وبتنزل تاني، وبتلاقي سمكه القرش لسه عايشه، وبتلحقش تحذرهم. قام القرش مبعترهم وبيعملهم معامله السناك.
وبيكمل طريقه تجاه السباحين وبيبدأ ينقنق فيهم واحد واحد. يكشي العمدة تستريح هتاخد فضحته، وبتبدأ الشرطة تضرب نار على سمكة القرش. قام قال ايه؟ الرصاصة تنزل المية وتنزل على باقي المتفجرات. قامت اشتغلت. غلبت الدراما الهندية يا فرنسا والله. فتقريبا يعني باريس كلها ماتت، وبيطلعش من المعركة دي غير صوفيا وعادل وشوية أسماك قرش وليلس. وده يعلمنا إن ملناش دعوة بأسماك القرش بعد كده. وتوتوتا خلصت الحدوتة وسلام.